مثلا اشقائنا المغاربه يقدروا يوصلوا خرجوا حتى للمشرق العربي اللباس نتاعهم. القفطان مثلا القفطان هو وهذا هو الشيء اللي خلاني نغير انايا بين قوسين. الشيء اللي خلاني نغير وسون كونتي ما ننساوش باللي راهو ولا انترناسيونال، حتى لي ستار تاع هوليود عادوا يلبسوا القفطان، باللي هذيك لاتوني ولات انترناسيونال. يعني ولات اي واحد يشوف القفطان يقول لك فوالا هذايا ماروكي راكي مغربيه، عاد معروف. هذا الشيء انا بدات من هذا الشيء بدات النقطه ديالي وبدات الغيره ديالي. قلت كيفاش حنايا بلادنا الله يبارك ما شاء الله 48 ولايه صح. وكل ولايه فيها توني تراديسيونيل وما قدرناش نروجوا للمنتوج ولو واحده يعني ولو واحده يعني اي واحده. عندنا عاصيني، عندنا نبي قسنطيني، تلمساني، اي واحده باك اسونسيال نشوفها باللي هذيك لاتوني ولات انترناسيونال. يعني ولات الناس كي تشوفك واحده من لا بلجيك ولا من لي زيتازوني ولا تشوفك تقول لك فوالا انت جزائريه، من اللباس التقليدي تعرفك. باغ كونطخ حنايا كي نشوفوا اي واحد يشوف القفطان يقول لك فوالا هذايا ماروكي راكي مغربيه. هذا الشيء انا بدات من هذا الشيء بدات النقطه ديالي وبدات الغيره ديالي. لو كان نشوفوا القفطان المغربي وصل للعالميه، عاد فيه مهرجان عالمي للقفطان المغربي. اللباس التقليدي ديالهم اللي هو القفطان نشوفوه انه غزا يعني لو موند عرب وحتى يعني في لو موند يعني الغربي. يصل كما وصل القفطان، نحن القفطان المغربي اصبح لديه بعد عالمي. ما الذي ينقصنا حتى احنا كذلك نروج لملابسنا التقليديه؟ سيدي الكريم، يعني علاش حنا فنانات المشهورات نشوفوهم يلبسوا القفطان المغربي، علاه ما نشوفوهمش يلبسوا القبيلي تاعنا ولا القسنطيني ولا حتى الكراكو الدزيري؟ علاش؟ يعني علاه المصممين الازياء الدزيريين تاعنا ما يخدموش خدمتهم، ولا لانه ربما القفطان المغربي غلب بالنسبه للمغرب نشوف عندنا القفطان او التكشيطه. القفطان هو حته واحده بس التكشيطه حتتين. لا مش موجود عندنا في الجزائر. حتى في الاجزاء الامازيغيه برضه ما فيش. لا ممكن المراه الجزائريه بتاخد من تلبس الزي المغربي بس مش تبعنا، يعني مش من تقاليدنا. ممكن المراه الجزائريه بتاخد من تلبس الزي المغربي بس مش تبعنا، يعني مش من تقاليدنا.